انا مش جاي اكلمك عن فضل الصلاه ولا انها عمود الدين ولا ان انت من غيرها هنخش النار ولا الكلام ده كله، لان انا متاكد انك عارف كل ده، وعلى الاقل شفت 100 فيديو على الموضوع ده. ويمكن اصلا دي المشكله، لان كل الفيديوهات اللي انت شفتها تقريبا عن ان الصلاه مهمه للاخره، وبيقولوا لك انها مهمه للدنيا ويسكتوا. طب مهمه في الدنيا في ايه؟ بتعمل ايه في الدنيا؟ هتفيدني في الدنيا ازاي؟ انا بقى جاي اقول لك الحته دي وعن تجربه شخصيه، هقول لك الفوائد الحقيقيه للعقل، للتركيز، للتنظيم والعادات، وحتى الدعاء ليه فوائد وهنتكلم فيها. وغير كده هنلتزم سوا وهنراقب النتائج سوا وقدام العالم كله وعلى اليوتيوب. كل ده هنعرفه وهنعمله في الحلقه دي. اهلا بيك يا تيحة في حلقه جديده في قناه جوبا. في القناه دي بنتكلم عن كتب، روايات او اي حاجه انا بحبها، وانت يا تيحة تعمل لايك واشتراك عادي جدا. الفيديو ده ملوش علاقه باي كتاب، دي يا تيحة سلسله جديده هنبداها بعيدا عن سلسله الكتب. سلسله الكتب لسه موجوده. السلسله دي باختصار اسمها تحدي العادات. الموضوع باختصار كله ان احنا هنعمل عادات سوا وهنتابعها سوا وهنراقبها سوا، بس لا اكتر ولا اقل يا تيحة، ما تكبرش الموضوع. والنهارده عندنا تحدي ال 21، يعني باختصار يا تيحة انت هتنزل تحت تكتب واحد. النهارده اول يوم ليك، هتصلي كل الصلوات اللي عليك فقط لا غير. كل يوم هتعمل كومنت 2 3 4 5 لحد ما نوصل لليوم 21. انا كل يوم يا باشا هنزل هشوف اقرا كومنتات، كومنت ورا كومنت. تيحة لو فكرت ودماغك وزتك انك تطنش يوم هتلاقيني جاي لك وهجي لك وهعمل لك كومنت على الكومنت بتاعك وافضحك قدام الناس كلها. خلي بالك يا تيحة، احنا وصلنا 10000، خد بالك انت مفضوح. باختصار شديد الفكره كلها ان احنا عايزين نبني عاده سوا، وانا اولكم هكتب يوميا كل يوم يعدي هكتب رقم اكد ان انا النهارده خلصت التاسكات اللي عليا. والنهارده جايين نتكلم عن فايده الصلاه، ده بالنسبه لفكره التحدي. فيا تيحة قبل ما نبدا الحلقه انزل تحت اعمل واحد عشان نبدا التحدي سوا. في الحلقه دي هنتكلم عن فوائد الصلاه في التامل والسعاده، الدعاء، تنظيم من وقت وعادات، والتركيز. استاذ احمد الشجيري في احدى حلقاته تقريبا كانت على سين عمل تجربه مثيره جدا حلوه فريده من نوعها. عمل فحص للمخ قبل الصلاه، وبعدها عمل فحص للمخ تاني بعد ما صلى، بس كانت صلاه سريعه اللي هي الله اكبر تك 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 تك, تك خلصت صلاه. باختصار كان بيصلي وهو سايب عقله يسرح. وبعد ما عمل الفحص الثاني لقى ان مفيش اختلاف كبير ما بين الصورتين، صلى زي ما بعد ما صلى، هي في فروقات طبعا بس بسيطه جدا. استاذ احمد الشجيري بعدها راح وصلى صلاه بتركيز كامل بخشوع كامل على قد ما قدر، وبعديها عمل فحص. تفتكر ايه كانت النتيجه؟ ايوه يا تيحة، ولاول مره انت توقعك يطلع صح. لقوا اختلاف كبير جدا لصوره عقله قبل ما يصلي الصلاه بخشوع وبعد ما صلاها بخشوع. وكانت المناطق المختلفه مناطق ليها علاقه بالتفكير والشعور بالذات والتعاطف. سؤالي ليك يا تيحة، امتى كانت اخر مره دماغك دي سكتت؟ رد على السؤال. امتى بجد حسيت في اخر مره ان انت دماغك ما بتفكرش؟ بكلم بجد يا تيحة، امتى اخر مره دماغك سكتت 5 دقايق من غير موبايل، من غير اغاني، من غير ما تكون بترد على حد؟ غالبا حتى وانت داخل الحمام الموبايل بيكون في ايدك، عشان لا قدر الله لا قدر الله يعني بعد الشر ما تقعدش دقيقتين مع نفسك. احنا بقينا عايشين في عالم دوشه، هو عباره عن دوشه. تصحى تمسك التليفون تشوف مين بعت لك حاجه، ترد على الناس، تنزل الشغل، تخلص الشغل ترجع تفتح فيديوهاتي وتنام عليها، او تنام على فيديوهات واحد تاني بيطلع بخياره. فالعقل تقريبا ما عندوش فرصه ان هو ممكن يريح. وهنا واحده من الفوائد الدنيويه للصلاه، ده رقم 1، انها بتقطع اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقف هنا، يلا دماغك بقى تشتغل يا تيحة. هتقولي والله يا احمد مش بتقطع حاجه، انا بروح اصلي بخلص برجع زي ما انا زي ما كنت، مفيش اي فرق. هقول لك يا تيحة ما انا عارف والله مشاكلك، ما انا كنت هناك حبيبي، انا جاي لك من هناك بقول لك عن تجربه. انا بقول لك الكلام ده لو انت بتصلي صح. طيب ازاي نصلي صح عشان نكون منطقيين؟ انا مش هقول لك ان الصلاه مجرد جلسه تامل، تمام؟ اللي مش فاهمين يعني ايه تامل، التامل هو باختصار انك تحاول انك تقعد شويه من غير ما تخلي عقلك يفكر في حاجه. ايه ده، هو ده ممكن؟ ايوه يا تيحة بشرك ممكن. التامل غير الصلاه ولكنهم متشابهين في حاجات كتير، وللراحه النفسيه الصلاه افضل. تعال اقول لك ازاي. الصلاه بتعمل حضور وخشوع، التامل مش بيعمل. فيه توجيه للانتباه، بمعنى ان في كلمات متكرره، في حركات متكرره، وفيها محاوله مستمره ان كل ما دماغك بتضيع انت بتحاول ترجعها. او شايف الحته دي اهم حته في الصلاه، لان اغلب الناس فاكره ان مجرد ما انا بسرح في الصلاه انا كده مش خاشع، ودي مشكله لان ده تقريبا مستحيل. انت كده هتسرح في الصلاه كده، حط ده في بالك. والفكره ان الخشوع او حتى الناس اللي بيعملوا جلسات تامل، هو بيقعد كده يعمل دول اساسا عقلهم بيطير طبيعي، انت تفكر. والفكره الصح ان انت بتحاول ترجع دماغك من هناك للطبيعي. انت كل ما تسرح تقول لا انا واقف بصلي، انا واقف قدام ربنا، انا واقف قدام ربنا. فمعنى التركيز الحقيقي انك
تلاحظ انك سرحت. كل ما تلاقي نفسك سرحت ترجع، تسرح تاني ترجع تاني. فانت مش فاشل في الصلاه لمجرد انك بتسرح، ده طبيعي، انت التركيز عندك ضعيف. فانت لما تسرح افتكر ان انت قدام ربنا. بس طبعا تيح اول ما يبدا يصلي في اول 10 ثواني هيطير يا حبيبي، ده طبيعي، دي الممارسه. انت كنت سايب دماغك 20 سنه تلف وعايزها من اول ركعه تبقى حاطه ايديها على الترابيزه. طيب ايه الطريقه اللي انا اقدر اركز فيها واخش بخشوع في الصلاه؟ جبت لك طريقه. في حاجه انا اخترعتها اسمها صلاه المؤقت، ودي تقريبا بقالي عليها حوالي 20 يوم لحد دلوقتي، وفي فرق واضح جدا في الصلاه بتاعتي. ان انا باختصار شديد مثلا صلاه الظهر 4 ركعات، بضرب عدد الركعات في 2 يعني 8 دقائق. لو كانت صلاه الفجر هتبقى 4 دقائق and so on. بشغل المؤقت قبل ما ابدا الصلاه بتاعتي وابدا اصلي. بحاول اخلي كل ركعه من الركعات اللي انا بصليها تاخد دقيقتين، لا اكتر ولا اقل، لان اساس الصلاه في الاساس هو الطمانينه. فانا دلوقتي بقول لنفسي مهما حصل انت ما ينفعش تخلص الصلاه قبل 8 دقائق، فليه ما تاخدش راحتك فيها؟ خد راحتك، خلي كل ركعه تاخد دقيقتين اللي هو المعدل الطبيعي ليها. طيب ليه دقيقتين؟ الدراسات بتقول ان الوقت الطبيعي اللي الانسان محتاجه في اليوم من التامل هو 30 دقيقه. ممكن نحسب كده عدد ركعات الصلاه، فلو حسبت ان عدد ركعات اليوم هو 17 ركعه، والافرج الطبيعي للركعه الطبيعيه انها تاخد دقيقتين، فهتلاقي ان انت عندك 34 دقيقه. يعني ده المعدل الطبيعي اللي الانسان محتاجه في اليوم من التامل. ففكره انك تعمل مؤقت قبل ما تخش الصلاه دي هتخليك كده خلاص انت روح. تخيل بقى انت تظبط 8 دقائق كده مثلا على صلاه الظهر وتبدا تصلي، وانت خلصت الصلاه ولسه المؤقت ما خلص، هتعمل ايه؟ انا اقول لك بقى. تخش يا باشا تفضل قاعد بعد الصلاه ساكت لحد ما تسمع المؤقت، عشان انت بتحاول في خلال ال8 دقائق دي تصفي ذهنك. فالفكره كلها مش عايز اخش في تفاصيل كتير، ان انت حاول تظبط مؤقت للصلاه بتاعك قبل ما تخش الصلاه، عشان المؤقت ده هيقول لك ان انت ما ينفعش تخلص الصلاه قبل المده دي المده الاساسيه اللي محتاجها الصلاه بتاعتك. فانت تلقائي هتبدا تهدى، تركز في الكلام اللي انت بتقوله، تفتكر دايما ان انت واقف قدام ربنا. ده لو انت عايز تركز. الصح في الصلاه انك بتركز في الكلام اللي انت بتقوله، ده الصح بتاع الصلاه. فانت تقعد تتامل الكلام، كل كلمه انت عمال بتقولها. طيب انت لحد دلوقتي ما قلتليش انا هستفيد ايه من الصلاه. لو رجعنا تاني لقصه استاذ احمد الشجيري بعد ما عمل الاشعه، بعد ما صلى صلاه بخشوع وصلاه مش بخشوع، هنلاقي ان النتيجه بعد الصلاه بتديك سعاده. بس خلينا نكون منطقيين شويه. هل طبيعي ان هو من تجربه على شخص واحد بس كفايه انها تكون على الكل؟ لا طبعا. فعشان كده هجيب لك دراسات تانية. في دراسه عن الحضور الذهني في الصلاه اتعملت، ووجدت ان الاشخاص بيصلوا بانتظام وبحضور ذهني اكبر سجلوا صحه نفسيه اكتر من اللي بيصلوا كروته، اللي هو بصلي بأدي مهمتي وخلاص. بس دي دراسه ارتباطيه، بمعنى ان السبب فيها مش مباشر. ارتباطيه بمعنى اللي هو ايه، ممكن يكون الناس دي حياتهم احسن. فاهم حاجه تيحه؟ فعشان كده هناخد دراسه تانية. في دراسه تانية استخدمت تخطيط المخ وقياس ضربات القلب وانت بتصلي. لاحظ بقى الباحثون ايه؟ تغيرات في موجات الفا ونشاط الجهاز العصبي. ده كلام كبير. المهم ان اللي لقوه حاجه تشابه حاله الاسترخاء، وده اساسا هو اساس الصلاه، الطمانينه. انت المفروض بتقوم تصلي عشان تطمئن، لان انت رايح تقابل اللي خلق، فطبيعي ان انت جاي تطمئن. وارجع واقول لك انا جاي اكلمك بشكل دنيوي على فايده الصلاه. فانت مش متخيل ان انت لو قعدت 30 دقيقه او 34 دقيقه في اليوم اللي هي بالظبط اوقات الصلاه انت فيها بتطمن. بس انت وظيفتك ان انت تصلي وانت هادي ومطمئن. وعشان كده بقول لك اعمل صلاه المؤقت في الاول عشان تتعود انك تكون مطمئن وانت بتصلي. الناس تبقى عارف ان انت مجرد ما تقول الله اكبر اللي هي تكبيره الاحرام وتخش في الصلاه، انت خلاص قدامك دلوقتي 8 دقائق مثلا عقبال ما تخلص صلاتك. فانت واخد راحتك وبتفكر في الصلاه ومركز فيها قوي. هدفك الاساسي في الصلاه انك تفرغ كل حاجه في عقلك وتركز بس على الصلاه وانك قدام ربنا. وفي طبعا دراسات تانية كتير هحط لكم المصادر تحت عشان ما حدش يقول بس انا بجيب كلام من دماغي. المهم ان الدراسات كلها بتقول ان الصلاه بتهدي المخ، بتجلب لك السعاده. وانا هقول لك ليه قدام، اتقل شويه. اتكلمنا ازاي تخش الصلاه بخشوع وصلاه المؤقت وفهمناها كويس. طيب تعالى دلوقتي بقى نتكلم على حته تانية. دلوقتي ليه احيانا جسمك يكون بيصلي بس عقلك بيكون في الشغل؟ المشكله مش انك بتكون بتصلي، لكن الفكره ان انت ما خرجتش اصلا من حاله الضغط اللي انت فيها. دخلت الصلاه وانت مستعجل، عايز تلحق فيديو او مكالمه او عندك شغل او المدير بينادي عليك ايا كان، بتكبر، بتقرا بسرعه، تسجد، تسلم، تخلص الصلاه، تقوم بسرعه. حبيبي كده جسمك صلى، عقلك ما صلاش. اعرف الفرق. عشان الصلاه تبقى فاصل ذهني حقيقي محتاج لما تيجي تخشها قبل ما تيجي تخشها كده تعتبرها لحظه توقف. انت هتوقف الدنيا كلها دلوقتي. انا دلوقتي هاخد 4 دقائق، 6 دقائق، 8 دقائق راحه.
كل الدنيا تسكت، انا عايز اقعد اصلي. تقفل التليفون ترميه، يعني حطه على الصامت. لو انت لسه بتعمل وقت الصلاه حطه على الصامت وحطه جنبك، فاهمني؟ وكل ما دماغك تهرب روح هاتها من قفاها. لا انا بصلي يعني. حتى دايما في حاجه دايما بعملها وبحب اعملها وانا بصلي، دايما بقول ايه يعني، حتى وانا بقرا انا قدام ربنا، انا قدام ربنا، انا قدام ربنا، قدام ربنا. انت تقعد تقولها كتير. لعلمك في جلسات التامل في البدايه، جلسات التامل الطبيعيه، بيقول لك انت المفروض ان انت تفرغ دماغك، ان انت ما تفكرش في حاجه. فالناس كانوا بيواجهوا صعوبه، فبيقولوا لهم عشان تعملها دي انت محتاج تفكر في انك ما تفكرش في حاجه. فاهم حاجه؟ نقول تاني، انت قاعد دلوقتي هتتامل، فانت تقعد تقول في دماغك ايه؟ ما تفكرش في حاجه، ما تفكرش في حاجه، ما تفكرش في حاجه. دماغك تقعد تقول كده لنفسها ما تفكرش في حاجه، ما تفكرش في حاجه، ما تفكرش في حاجه. دي تسريبات التدرب على التامل، ان انت تقول لدماغك ما تفكرش في حاجه، فمع الوقت انت تقعد تفكر انت ما تفكرش في حاجه، فتلاقي نفسك ما بتفكرش في حاجه في دماغك كده. لو انت عمال تقولها فانت بطلت تفكر في اي حاجه، فاهمني؟ حتى هي نفسها بطلت تفكر انك تقولها. نفس الموضوع ممكن تعمله في الصلاه. انا واقف قدام ربنا كل شويه، انا واقف قدام ربنا، انا واقف قدام ربنا، وانت بتقول الكلام. لو انت مش قادر تركز على الكلام ومعناه، وفي الاساس انك لازم تفهم ان الصلاه توقف. وعشان كده سيدنا محمد قال ارحنا بها يا بلال، عشان مواعيد الصلاه لما بتيجي المفروض ان انت بتوقف الدنيا كلها، بتوقف الدوشه، بتوقف المشاكل كلها وتخش ترتاح بس. طيب يا تيح، بما انك ما بتركعهاش اتمنى انك تبدا تركعها بعد الفيديو ده. عمرك سمعت يا تيح عن قانون الجذب بشكل عام؟ يعني دي حاجه الحاديه بس يعني عمرك سمعت عنها؟ طيب تعال نخش في الجزئيه دي. في كتاب اسمه قوه عقلك الباطن، تمام؟ الكتاب ده اتكلم عن انك لما بتكرر حاجه كتير الحاجه دي بتحصل في حياتك، وده اسمه قانون الجذب، ان انت بتجذب الحاجه دي لنفسك. والكتاب ذات نفسه اتكلم جواه عن الاديان السماويه، وان الدعاء فعلا بيأثر، لان هو بيخلي الحوار اللي انت بتطلبه بيخش في عقلك الباطن من جوه، فانت بتبدا تتصرف على اساسه، فالدنيا بتجيبها لك بعيدا عن الالحاد. تمام؟ لو جيت فكرت احنا عندنا الدعاء، تعال اقول لك حاجه، انت عندك 17 ركعه في اليوم، لو ضربتهم في 2 اللي هي عدد السجدات في كل ركعه بقت 34 ركعه. 34 في 3 بكام؟ 3 في 4 ب 12 و3 في 3 ب 9 1 10 يبقى 102. لو دعيت في كل سجده 3 مرات بحاجه واحده يبقى انت بتتكلم انك دعيت حاجه واحده 102 مره في اليوم. فكانك بتطبق الكلام بتاع قوه عقلك الباطن، ان انت بتطلب، بس انت مش بتطلب من الدنيا والكلام الالحادي، لا انت بتطلب من ربك. ولعلمك كتر الدعاء بيحقق لك اللي انت عايزه، لان ربنا هيستجيب، ربنا كده كده بيستجيب. ففكره وعظمه ان في كتاب كامل اسمه قوه عقلك الباطن اتكلم على الموضوع ده، وان اصلا في الاسلام طبيعته اساسا في الحته دي، ان انت بتصلي وبتدعي وتطلب من ربنا، والطبيعي ان انت كل مره بتسجد انت بتطلب من ربنا حاجه. فانت عندك زي ما قلنا 34 سجده في اليوم، انت ممكن تطلب في كل سجده نفس الحاجه 3 مرات. يعني سيدنا محمد كان بيدعي بالحاجه 3 مرات ورا بعض، زي مثلا يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب ارزقني 3 مرات ورا بعض. فانت لو كل مره بتدعي 3 مرات في كل سجده بعد سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، ال3 مرات دول اضربهم في ال 34 هيطلع لك 102 طلب من ربنا في اليوم. ودلوقتي بقى هم الملحدين جايين يقولوا لنا احنا عندنا حاجه اسمها قوه عقلك الباطن ودي بتجذب من بعيد. والله طب ما القران قايلها من زمان، القران من زمان قال ادعوني استجب لكم. بس في حته انا عايز اوضح، انت لو قعدت تقول يا رب ابقى مليونير، يا رب ابقى مليونير، يا رب ابقى مليونير، وبعدين نمت 14 ساعه، الكون مش هيتصل بيك ويقول لك مساء الخير يا فندم، لين عندك $1,000,000 زياده، ممكن تدينا العنوان؟ الدعاء مختلف عن سطحيه قانون الجذب اللهبل ده. انت في الدعاء مش بتقول للكون انا مستحق اديني، لا انت بتطلب من ربنا وبتعترف باحتياجاتك وبتتكلم عن اللي جواك، وبعدها عليك السعي فيها. طيب ايه اللي بتستفيده انت لما بتدعي؟ طيب ايه اللي بتستفيده انت لما بتدعي؟ خد بقى التركايه دي في الصلاه. اوقات كتير انت بتكون متضايق بس انت مش عارف انت متضايق ليه، جواك 10 افكار فوق بعض كده راكبين فوق بعض، خوف من الفشل، مشكله في علاقه، ضغط ديون، وحاجات كتير ملهاش اسماء. المهم يعني لما بتدعي انت بتحول احساس انت مش فاهمه لكلام. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تكون متضايق وعندك كميه مشاكل كتير انت مش فاهم انت متضايق ليه، ومجرد ما بتصلي وبتسجد وبتطلب من ربنا حاجه اللي هو الدعاء، فبتبدا تفهم مثلا يا رب انا خايف اترفض، يا رب انا خايف اخسر شغلي، يا رب انا خايف افلس، يا رب انا خايف من الديون. فانت بتبدا تفهم ايه المشاكل اللي عندك. فمجرد تحويل المشاعر لكلمات في الدعاء بيخليك تفهم انت حاسس بايه. والفكره الاكبر كمان والمصيبه الاكبر ان الدعاء بيخليك تكتشف اولوياتك اصلا. يعني انت اول ما بتيجي تدعي اول حاجه بتدعي بيها دي اكتر حاجه هي قلقاك، دي اكتر حاجه انت بجد خايف منها، فتبدا ترتب اولوياتك، انت خايف من كذا بعدين كذا بعدين كذا، وده بتكتشفه فين؟ في الدعاء. طب بتكتشفه ازاي في الدعاء؟ لان انت مسلم نفسك لربنا، فانت بتقول له يا رب انا خايف من كذا، يا رب انا خايف من كذا، يا رب انا خايف من كذا. بتلاقي نفسك رتبت 1 2 3 دول اكتر مخاوف عندي، دي المشاكل اللي عندي، دي اللي دماغي بتفكر فيه. فكر دايما الدعاء اللي انت بتكرره باستمرار ده اكتر اولويه عندك، ودي اشاره لان الموضوع ده مستاهل بجد ان انت تركز عليه، مش مجرد ان انت تدعي بس، لازم تسعى. طيب سؤال بقى،
هل انت بتدعي ولا بتهرب من مسؤوليتك؟ في قصه حلوه جدا بحب احكيها، الامام الرازي ذكرها في التفسير الكبير على هيئه حكايه وعظه بس ملهاش اي سند، بس انا بحب القصه دي وبحب احكيها. في يوم من الايام سيدنا موسى عليه السلام عانى من وجع في بطنه، فراح طلب من ربنا ان هو يشفيه، فربنا دله على شجره يروح ياكل منها. راح سيدنا موسى وكل من الشجره دي وخفت بطنه. حلو الكلام، حلو الكلام. بعدها بفتره جه سيدنا موسى عليه السلام وجاله الوجع مره ثانيه. عمل ايه؟ الله ينور عليك يا تيح، بتفكر صح. راح كل من الشجره، والمشكله ان وجع بطنه زاد. ممكن ترد عليا ليه يا تيحه؟ تفتكر ليه يا تيحه؟ ليه المره الثانيه وجع بطنه زاد لما كان من الشجره اللي ربنا قال له عليها المره الاولى؟ لان يا تيحه باختصار المره الاولانيه سيدنا موسى راح لرب الاسباب فدله على السبب، ولكن المره الثانيه سيدنا موسى راح للسبب وترك رب الاسباب. ولكن عشان اوضح برضه نقطه ثانيه، ربنا كان بايده اول ما سيدنا موسى يطلب منه ان هو يشفيه في ساعتها، ولكن افتكر ان ربك رب اسباب، وربك قال في القران وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. افهم الحته دي، انت لازم تروح لربنا وتسعى، ما ينفعش تسعى من غير ما تروح لربنا، وما ينفعش تروح لربنا من غير ما تسعى. مفيش حاجه تنزلك من السماء وانت ما تستاهلهاش وتقول لك خدها، مفيش. تروح تطلب من ربنا وتسعى، الاثنين. بس في العلم النفس الديني عايز اوضح لك الحته دي يا تيحه، فكره انك مسلم وان عندك ربنا موجود دي حاجه كبيره جدا، لانك انت بتقدر تتخلص من المشاكل اللي جواك وتحطها كلها في السجود، بمعنى انك بتتخلى عن كل النتائج اللي انت حصلت عليها وبتركز في السعي، لان النتائج مش في ايدك، السعي هو اللي في ايدك. انت مجرد ما بتسجد يا رب ارزقني يا رب ارزقني يا رب ارزقني، وتاني يوم انت بتنزل تشتغل وبتدور على شغل او ايا كان، انت بتتخلى عن فكره ان النتيجه دي بتاعت ربنا وان انت مسؤول عن السعي. فكره وجود ربنا ليك كانت شخص مسلم مريحه جدا للاعصاب، وكونك بتدعي كل يوم في الصلاه ده بيفك من دماغك حته ان انت ليك علاقه بالنتيجه، وانت عمرك ما كان ليك علاقه بالنتيجه، ولا انا عمري كان لي علاقه بالنتيجه، ولا علاقه بعدد الفيوز اللي هتيجي على الفيديو، ولا اي حاجه من ده. انا كل اللي عليا اني بحاول اعمل فيديو حلو اصوره وانزله، لا اكتر ولا اقل. النتيجه دي بتاعت ربنا، بحاول اطور دايما على الاسباب الافضل، بس بعد ما ارجع لرب الاسباب. اللي اكتشفناه كمان ان الصلاه بتساعدك على تنظيم اليوم. ده اللي اكتشفته. الجزئيه الثالثه تنظيم اليوم. مشكله اليوم الحديث انه بقى كله على بعضه يوم واحد، تصحى تمسك الموبايل تدخل في الشغل تضيع تلاقي الساعه بقت 5 ترجع تاكل تنام، فانت تستغرب ايه ده اليوم جري. لا يا تيحه اليوم ما جريش، انت الحمار، انت كنت مسحول في حاجات انت مش عارف هي جت منين، انت يومك كله على بعضه عباره عن كومه كده يوم. لو جيت بقى انت عملت الفواصل بتاعت الصلاه اللي اتكلمنا عنها، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، هتلاقي الدنيا ظبطت، هتلاقي ان حياتك اتغيرت، هتلاقي ان اليوم بقى منظم اكتر. انا مثلا عملت الحوار ده، خد المثال ده اللي انا هقوله دلوقتي ما ينفعش حد يعمله، ولكن انت تستنبط منه الفكره ما تمشيش وراه. انا انسان بيصحى قبل صلاه الظهر بشويه وبنام على الفجر، تمام، بسمع اذان الفجر بصلي انام، تمام، بصحى قبل الظهر، حلو. من الظهر لحد العصر دي فتره انا بقعد فيها مع نفسي، قاعد مع نفسي ما بعملش حاجه كده، بقرا بتفرج على حاجات بتطورني، او ممكن حتى قاعد ما بعملش حاجه. المهم انها فتره بقعد فيها مع نفسي، بحاول ان انا استرخي على الاخر من الظهر للعصر. من العصر لحد العشاء ده كله شغل، فانا من العصر ببدا اشتغل واركز على الحاجات الكبيره واللي انا انجز على قد ما اقدر. اول ما يأذن المغرب دي بالنسبه لي بتبقى ايه البريك بتاعي، الست دقائق، لان زي ما قلنا 3 ركعات في 2 ب6، 6 دقائق بريح فيهم. بعد ما بخلص المغرب بقوم ما بين المغرب والعشاء، دي اسمها مراجعه على الشغل، واشوف انا انجزت ايه النهارده، وراجع الشغل بتاعي كله ان هو مظبوط وزي الفل. بعد العشاء بعمل ايه؟ نبسط يا تيحه، نخرج ونبسط ونروح مع الرجاله، بص بنبسط او بقعد العب عادي، فاهم. من بعد العشاء بالنسبه لي انا بلعب لحد ما بتعب من اللعب وكل ده، برجع البيت بقعد اتفرج لي على حاجه، مستني الفجر يأذن بصلي فبالطريقه دي انا يومي بقيت بشوفه بجد 5 محطات بالنسبه لي منظمين بطريقه مش طبيعيه. واحلى حاجه في اليوم ده بصراحه يعني ان انا اول ما بصحى من النوم انا عارف ان انا مش ورايا حاجه ومش مستعجل، انا كده صاحي اقعد مع نفسي. اول يوم انت قاعد مع نفسك مش وراك حاجه، اهدى، ما وراكش حاجه، كده كله هيخلص. اتكلمت قبل كده يا تيحه عن حاجه اسمها تكديس العادات في كتاب العادات الذريه، لو فاكر او لو انت بتشوف القناه، لو اول مره ارجع شوف الفيديو، ارجع شوف الفيديو يا تيحه. واحده من اكبر طرق بناء العادات هي تكديس العادات، بمعنى انا هشرح الموضوع بشكل مبسط يعني، باختصار انك بتربط عاده بعاده ثانيه، العاده دي بتبقى بالنسبه لك جديده فانت مش قادر تستوعبها فانت بتربطها بعاده ثانيه. الصلاه بقى بتساعدك على الحوار ده، ليه؟ لان انت اوريدي عندك حاجه انت ملتزم عليها. فمثلا انت شخص مثلا بتحب تتمرن، فخلاص تمام، انا بعد صلاه الفجر بخلص صلاه الفجر انا هقوم اتمرن، مجرد انتهاء من صلاه الفجر
انا هتمرن. دي واحده من اكبر فوائد الصلاه، انها بجد عباره عن عاده انت كل شويه بتعملها وتعرف تربطها بحاجات كتير انت عايز تعملها، سواء تمرين، قرايه قران، الكتابه، ايا كان. غير انها بتربط لك حته المكان والزمان، لان اغلب الناس اساسا لما بيبقوا عايزين يلتزموا على حاجه بيبقى عندهم مشكله ان هم مبهمين، وده برضو اتكلمنا عليه في كتاب العادات الذريه، ان هم مش عارفين خلاص تمام انا من بكره هبدا اتمرن. طب هتتمرن امتى؟ طب فين؟ طب ازاي؟ كل الحاجات دي لازم تجاوب عليها وتحطها بعد عاده تانية انت اوريدي بتعملها، زي مثلا الصلاه اللي هي اسهل عاده فيهم واكتر عادات بتعملها في اليوم 5 مرات. فانت ممكن تربط اي عاده انت عايزها باي صلاه. اول ما اخلص الصلاه دي انا هعمل كذا. حتى القرايه بالنسبه لي انا رابطها بعد صلاه الظهر. اول ما اخلص صلاه الظهر انا بقوم اعمل لي القهوه بتاعتي يا باشا، وبعديها ببدا اقرا في ساعتها. ودي احدى الاسباب اللي مخليني دايما ملتزم على الصلاه، لان انا عارف انا هقرا امتى. انا متاكد وعارف بالظبط ان انا مجرد ما اخلص صلاه الظهر انا هقوم اقرا. وزي ما شرحت لك يومي من شويه يا تيحه، انا يومي بايظ جدا، انا بصحى قبل الظهر بساعه مثلا. فالطريقه الصح يا حبيبي يا تيحه، اربط العادات اللي انت عايز تزودها بعد الصلاه، بحيث ان انت تكون ظبطت على الاقل امتى باقي لك فين. يعني باقي لك عشان تظبط العاده اللي بعديها فين، هتقرا فين، هتتمرن في البيت ولا في الجيم ولا ايا كان. على الاقل ظبطت الزمان، ظبط المكان انت بقى. نخش على الجزئيه الاخيره اللي هي التركيز، ودي جزئيه انا هخلصها بسرعه، يعني هبسطها بسرعه. الصلاه بتزود التركيز. ايه؟ ايوه يا تيحه، الصلاه بتزود التركيز. تعال اقول لك ازاي. التركيز مش عضله بالمعنى الحرفي، لكن هو القدره على توجيه الانتباه، بمعنى انك بتحاول توجه مخك ان هو ينتبه للحاجه دي، والرجوع للمهمه ممكن يتحسن بالممارسه. بمعنى في الصلاه انت عندك نقطه تركيز اللي هي القراءه، التركيز في الكلام اللي انت بتقوله، معاني الكلمات، الحركه، واهم حاجه ان انت واقف قدام ربنا. ده اللي انت بتحاول تركز عليه. عقلك هيهرب، ده طبيعي، هيفتكر رساله، اكله، ايا كان، هيفتكر حاجه وهيجري كده. انت ممكن فجاه تلاقي نفسك في اخر ركعه وانت مش فاكر انت قريت ايه اصلا. المطلوب في الحته دي ان انت مش تجلد نفسك، المطلوب انك في كل مره تسرح حاول تشد نفسك وترجع تاني. المبدا ده موجود في تدريبات الانتباه اصلا. مفيش حد عنده القدره ان هو يصلي الصلاه كامله من غير ما يسرح مره، ده مش طبيعي. في الاغلب كل الناس بتسرح، ده الطبيعي. فانت ما تتضايقش ان انت بتقول انا مش عارف اصلي بخشوع وبتاع، عادي. لاحظ ان انت سرحت وارجع، ده تدريب انتباه اصلا للمعلومه. يعني الناس السبيشال نيدز اللي عندهم احتياجات خاصه، او اللي عندهم توحد عالي، او الناس اللي عندهم التركيز ضعيف، بيبقوا دايما عند الدكاتره النفسيين او ايا كانوا متخصصين كانوا بيزودوا التركيز عند الناس اللي عندهم مشاكل دول، عن طريق ان هم كل ما تركيزهم يتشتت يرجعوا، كل ما تركيزهم يتشتت يرجعوا، والحاجه دي بتزود عندك التركيز. فانت وانت بتصلي كل ما تيجي تسرح انت بترجع نفسك، ده التدريب. طبعا في ابحاث عامه وحاجات زي كده موجوده في المصادر تحت، انزل شيك على المصادر. فبقيت حاسس ان انا بقلد واحد بيطلع بخياره. بس عايز اقول لك حاجه، ده مش معناه ان انت من اول يوم ولا من اول يومين ولا من اول حتى شهر، مش اقل من 90 يوم لحد فعلا ما تلاقي فرق في التركيز عندك كل ما بتحاول تتشتت ترجع، وانت هتقيس ده مع الوقت اساسا. في حاجه ممكن تبوظ الكلام كله، كل اللي احنا بنعمله ده، انك تبدا بعقليه الكمال، ان انت تعمل كل حاجه كمال ابو رايح. تبدا تقول من النهارده مش هفوت اي صلاه، هصلي كله في المسجد، هقوم الليل وهقرا جزء قران وهعمل اذكار الصباح والمساء، وهبقى انسان جديد جدا قبل يوم الثلاث الجاي. احب اقول لك يا تيحه الثلاث الجاي مش رمضان، الحاجات دي بس بتتعمل في رمضان، وانت لسه ما بتعملهاش في رمضان، فمش هتعملها في العادي. ابدا بالهدف الاساسي، 5 صلوات في اليوم، ما تكترش، ولو تقدر حاول في وقتها، ولو وقعت في صلاه ارجع في اللي بعدها. عشان كده انا عامل التحدي على اليوم كامل مش على كل صلاه. بلاش حته ان انت تيجي تبدا حاجه تبداها بغشامه يا باشا، واحده واحده. لو ما عرفتش تصلي الفجر في ميعاده حاول تصلي اول ما تصحى، الظهر فاتك صلي مع العصر، بس اهم حاجه تصلي، مش من اول وقعه تقول انا مش ملتزم وما تكملش، لان انا هجيبك. خليك دايما بمبدا انا فوتت صلاه والصلاه الجايه هرجع عادي. في النهايه انا عايز اتكلم تاني على تحدي العادات ده بشكل مختصر. باختصار شديد، انت هتنزل تحت يا تيحه تكتب 1، تمام؟ ده اليوم الاولاني ليك، تبدا تصلي كل الصلوات اللي عندك. تاني يوم تيجي تكتب تحت 2 على الكومنت بتاعك، تعمل رد او ريبلاي على الكومنت بتاعك، تكتب 2. لو عدى 24 ساعه على كومنت ما كتبش 2 هتكلم، هعمل لك انا ريبلاي وههزقك يا تيحه. انا بقول لك اهو، هقول لك انت فين، رحت فين، ما صليتش النهارده ولا ايه، وانا برضو هعمل نفس الموضوع، وكل يوم اخش اعمل ريبلاي. ولو انا اتاخرت يا تيحه هزقني، انا موافق، هزق، هسمح لك لمره واحده في حياتك تهزق. تحدي العادات ده لاول مره على اليوتيوب، احنا كلنا بنعمل عادة. كل واحد ينزل يكتب 1 دلوقتي ونقعد نستمر لحد ما نكمل 21 يوم. مفيش دراسه حقيقيه بتاكد ان 21 يوم هو العدد الصحيح، ولكن في دراسات اكدت ان بعد 66 يوم متوسط العاده بتثبت، ولكن ال 90 يوم هو الاساسي. بس انا عايز ابني معاك يعني حاجه جديده، 21 يوم. مش هسيبك يا تيحه في الكومنتات الا لما نوصل لليوم 21. كل يوم تخش تكتب الرقم اللي بعده، 1 2 3 4 في الكومنت بتاعك. يا ريت ما تكتبهاش في العام كده، في الكومنت بتاعك، عشان هرد على الكومنت بتاعك. وانت يا تيحه طبعا عارف ان انا بقرا كل الكومنتات وبجري فيها يعني، فمش مشكله. بعد ال 21 يوم انا متاكد يا تيحه ان انت هتبقى مبسوط اكتر في حياتك، هتبقى هادي اكتر. ولكن يمكن السؤال اللي ما سالتوش قبل كده، الصلاه ممكن تعمل ايه النهارده قبل ما افكر هتعمل لي ايه بعدين. عايز اختم الفيديو ده بكلمه
كلمتين بسيطين. يمكن انت يا تيحة عارف من سنين ان انت محتاج تصلي، لكن يمكن السؤال اللي انت ما سالتوش لنفسك قبل كده، الصلاه ممكن تعمل لي ايه النهارده؟ الصلاه ممكن تفيدني في ايه النهارده؟ بدل ما انت دايما بتفكر الصلاه انها هتفيدك بعدين، لا، هي الصلاه هتفيدك النهارده. ابدا النهارده، مش عشان تثبت لي حاجه او تعمل كومنت، هي الفكره دي كلها بس. حتى لو مش عايز تعمل كومنت وبالنسبه لك افضل ان انت ما بتعملش كومنت وتخلي الموضوع بينك وبين نفسك، تمام، ما عنديش مشكله، بس التزم. ابدا عشان تدي لنفسك فرصه وتشوف النتيجه، لان والله الصلاه فوائدها في الدنيا كبيره جدا فوق ما تتخيل. مش هقول لك اكتر من الاخره كده كده، ولكن احنا كلنا فاكرين ان الصلاه تنفعنا في الاخره، ولكن هي بجد بتنفعنا في الدنيا اكتر بكتير. وصدقوني مصدر السعاده هو الصلاه. يا ريت يا تيحة ما تختفيش بعد اول يوم، لان هجري وراك وهجيبك من قفاك. للاسف انا حافظك. اتمنى تكون اتبسطت في الحلقه دي يا تيحة، واللي اتمناه اكتر من ان انت تكون اتبسطت ان انت تكون استفدت حاجه. فلو استفدت اعمل لايك واشتراك واستنى الفيديو الجاي، ولو ما استفدتش وده الطبيعي اعمل لايك واشتراك واستنى الفيديو الجاي. والمعلومه بس، يعني اغلب اللي بيتفرجوا مش بيعملوا اشتراك، انا مش فاهم في ايه يا جدعان. يعني 95% من الناس اللي بتتفرج عليا 95% مش مشتركين. اعمل اشتراك يا تيحة، اعمل اشتراك وبس. ده اللي كان عندي النهارده.